استنى بس، انا جايلك النهارده عشان اقول لك ازاي مكانتك تكون مميزه. شايفين اللون ده؟ استنوا بس واتفرجوا اللون ده هيبقى عامل ازاي بعد ما يطلع من عندنا. ده طقم صاج باللون الجديد، لسه ما فيهوش روح، لسه مستني الشغل التقيل. شايف شكل الرفرف عامل ازاي؟ زي ما انت ما شايف لسه ما فيش فيه اي لمسه خالص ولا اي بصمه. شايف الديل اللي ورا لسه بالوانه الطبيعيه زي ما هي. وهنا بقى هنبدأ نحط البصمة، شغل نظام، شغل تركيز. يلا نتفرج سوا. من هنا قررنا نعمل الشريط ده مميز. زي ما انت ما شايف احنا عملناه باللونين، واللونين ماشيين مع بعض، الابيض والليزر، عشان يدونا الشكل. من هنا قررنا نحط اللمسة اللي هتميز الشريط. زي ما انت ما شايف معايا كده، شريط الحوت ده هينقل طقم الصاج في حتة تانية خالص. وهنا بقى محمود شغال في طقم تاني بيعمل له سكرين، هنتفرج عليه لما يخلص. نرجع بقى تاني عشان نكمل الوحش اللي هيطلع هنا. زي ما انت ما شايف بقى احنا قررنا نعمل كلمه هوجن، بس بنعملها بتعديل وبطريقه تاكل مع الشريط اللي احنا عملناه. اوعى تفتكر انها كده خلصت، ده احنا لسه بنبتدي. ركز معايا كده في اللي جاي عشان اللي جاي هيعجبك جدا. هنا احنا بقى قررنا نعمل الكلمه 3 الوان. اول نص فوق هنلزقه اهو باللون الليزر زي ما انت ما شايف كده. كمان خليناها 3 الوان عشان تكون ماشيه مع الشريط، لان الشريط نفسه احنا عدلناه بنفس ال3 الوان. يكون طقم الصاج كله الوانه موحده ويطلع بنظام ويخلي شكله يخطف العين. التفاصيل دي على قد ما بتاخد وقت، بس بتنقل معانا طقم الصاج في حته تانية خالص زي ما انت ما شايف كده. كده احنا خلصنا نص الكلمه وبنلزق مع بعض النص التاني زي ما انت ما شايف كده. لو هتلاحظ معايا ان كل حرف بيتلزق لوحده، بس عشان يكون مظبوط بدقه اكتر ويطلع معانا الشكل اجمد واجمد. زي ما انت ما شايف كده دي النتيجه ولسه ما خلصش. هنبدا بقى نركب النص التاني الابيض زي ما انت ما شايف اهو. بنركب الجزء اللي تحت كده. انت معاك الكلمه بقت 3 الوان مع نفس ال3 الوان بتوع الشرايط. تيجي تبص على الشريط كله كده مره واحده تلاقيه كله ماشي معاك زي ما انت ما شايف كده. اوعى تفتكر ان احنا كده خلصنا، لسه التقيل جاي. وهنا بقى التفاصيل للناس اللي بتحب التفاصيل. زي ما انت ما شايف كده دي لقطة تانية فوق الشريط بالاسمر عشان تكون واكلة مع شريط الحوت زي ما انت ما شايف كده، وتنقل معانا التانك في حتة تانية خالص. لو هنلاحظ برضو اللقطة التانية اللي عملناها في التانك من الجنب واخدة نفس الالوان عشان النتيجة تطلع في الاخر تبهرك زي ما انت هتشوف في اخر الفيديو. زي ما انت ما شايف كده احنا كده خلصنا اول لقطة في الشريط. كده الشريط كامل معانا خلص، بس لسه اللقطة الاخيرة. هنا بقى اشتغلنا في الطقم التاني الابيض، اتفرج عليه معايا هنا بقى قوي في التفاصيل الصغيرة دي، عشان التفاصيل الصغيرة دي اللي بتفرق. زي ما انت ما شايف كده كل تفصيلة عندنا بيكون ليها مكانها عشان تطلع في الاخر بشريط يخطف العين. تفتكرش بقى ان احنا كده لسه خلصنا، ده لسه التقيل جاي في اخر الفيديو. خليك بقى مركز وشايف التانك كده عشان لسه التحول التاني ما جاش. اتفرج على التانك كده بعد طقم الشرايط ما خلص. ده طقم الشرايط بس، لسه بقى البصمه والفرق اللي هينقل معانا التانك في حته تانية خالص هتتعمل دلوقتي. وطبعا هنا بقى احنا جينا لاهم لحظه، لحظه فيلم الحمايه. ايه لازمه فيلم الحمايه؟ يعني انا ايه لازمه ان انا اجيب مكنه جديده واركب عليها فيلم الحمايه؟ فيلم الحمايه ده يحافظ لك على اللون، يفضل عايش معاك سنين، ما يبهتش، ما تتخربش، تفضل معاك جديده زي ما هي. ساعه ما تيجي تشيله يفضل معاك طقم الصاج جديد زيرو زي ما هو. وهنا طبعا محمود شغال في الطقم التاني الابيض بيعمل اللمسه بتاعت الديل زي ما انت ما شايف كده. الطقم ده هيطلع حكايه، هنشوفه في اخر الفيديو سوا مع بعض. نرجع بقى تاني هنا كده واحنا بنقفل الاسكرينه. زي ما انت ما شايف احنا كده قفلنا الاسكرينه من فوق، وطبعا بتتشد حته واحده. وفي ميزه كمان احنا عملناها عندنا، ان احنا بنعمل فيلم الحمايه فوق شغل الشرايط اللي احنا عاملينه عشان خاطر تحافظ عليه برده، ولا يطلع معاك من غسيل، ولا يطلع معاك وانت بتمسح الموتوسيكل بتاعك. لا، يبقى الاسكرينه بتاعتك مقفله حتى على الشغل، يعيش معاك سنين بدون اي تاثير، بدون اي خربشه، ويفضل معاك بنفس اللمعه اللي جاي بيها طقم الصاج. ودي اكتر حاجه انا بنصح بيها اي حد معاه مكنه جديده، ان هو يفكر يعمل لها فيلم حمايه. اهم حاجه، اهم من اي شغل. بعد كده الشغل التاني ممكن تقدر تعمله فوق فيلم الحمايه براحتك. زي ما انت ما شايف هنا كده احنا بنقفل الطقم كله، والسكرينه بتتقفل كانها ما اتقفلتش خالص، كانك ما حطيتش طبقه حمايه، لانها مش بتبان ولا بتاثر على اللون خالص. وهنا بقى بدأنا نقفل الاحراف بتاعت التانك زي ما انت ما شايف كده، وبنقفل الاحراف لحد الاخر عشان ما يبقاش باين انك مركب فيلم خالص، ولا يكون ليه حرف لاي حاجه انه يتشد معاك. خلاص احنا بنشطب فيلم الحمايه. وهنا بقى احنا خلصنا فيلم الحمايه خالص. تعالى بقى اتفرج معايا كده على اللمعه اللي هتشوفها دلوقتي. دي طبقه تانية فوق الفيلم احنا بنشيلها اهو عشان تظهر معاك اللمعه. قدم بقى كده وخش اتفرج على التفاصيل، واتفرج على جمال وحلاوه التانك بعد السكرينه ما اتعملت. زي ما انت ما شايف ما شاء الله التانك زاد لمعه فوق لمعه البوهيه بتاعته، بقى ينور معاك. وكمان انت حافظت على كل الشغل اللي انت عامله في قلب طقم الصاج زي ما انت ما شايف كده. وده كده شكله في النهايه بعد ما خلصنا الفيلم كله ما شاء الله. اوعى تفتكر ان احنا كده خلصنا، لسه
ولسه ان شاء الله البصمة الاخيرة هتشوفها دلوقتي اللي هتحول معاك شكل التانك ده. ايوه زي ما بقولك كده شكل التانك هيتحول معاك تاني عن كده. يلا نتفرج سوا. هنا بقى احنا خدنا التانك المحل التاني عشان نحط له البصمة الاخيرة، البصمة الاخيرة اللي انت هتشوفها دلوقتي اللي هتحول معاك شكل التانك. هنا بقى دخلنا المحل التاني، وطبعا كنا محتارين نشتغل فيه بالشغل الذهبي المعتاد ولا نغير ونشتغل بالشغل الفضي عشان خاطر ياكل مع الشغل اللي احنا عاملينه. اخترنا الشغل الفضي عشان ده هيكون اميز وهيكون ماشي مع طقم الشرايط اكتر. ودلوقتي بنبدا زي ما انتم ما شايفين بنحط بقى اللمسات والبصمه اللي هتخلي شكل التانك يختلف معاك 180 درجه. ركز معايا بقى في التفاصيل دي، لان التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق، هي اللي بتميز مكانتك، هي اللي بتخلي مكانتك في حته تانية خالص. زي ما انت ما شايف كده احنا بنحط كل حاجه مكانها، مش اي حاجه وخلاص. هنا بقى بنفكركم بالطقم الابيض ده بعد ما الشريط بتاعه خلص، وكمان برضه عملنا له فيلم حمايه. دي الميزه عندنا ان اي طقم شرايط بيتعمل بيفضل دايما ان احنا نعمل له فيلم حمايه فوق. وهنا بقى الوحش التاني خلص اهو زي ما انتم ما شايفين كده. ركزوا في التفاصيل اللي فيه كده وقولوا لي رايكم في الكومنتات. زي ما انت ما شايف كل حاجه فيه ماشيه مع بعض. ودي النتيجه اللي بتوصل لها لما التانك بتاعك بيجي عندنا. طبعا اللي حابب يعمل مكانته كده يكتب لي في الكومنتات بس العنوان فين ويجي ينورنا ونميز له مكانته باذن الله. وهنا بقى ده الطقم الابيض زي ما انتم ما شايفين كده بعد ما خلص. وهنا الاثنين مع بعض اللونين، الابيض بعد ما خلص بالسكرينه بطقم الشرايط، واللون الجديد اللي هما اتنين في بعض الكرومبي في الابيض نفس الكلام برضو بعد ما خلصوا. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ دي النتيجه الاخيره بتاعه طقم الصاج بتاعك لما يوصل عندنا. اتفرج على التفاصيل كده وقول لي رايك في الكومنتات. لو هنلاحظ حاجة بقى هنلاحظ ان الشغل اللي احنا عملناه كله كل تفصيلة بتكمل التانية، كل تفصيلة بتخلي اللقطة اللي بعدها تكمل معاها عشان نوصل في الاخر بالشكل اللي يخطف العين ده. هنا بقى دي صور لطقم الصاج كده بعد ما خلص. اتفرج كده وقول لي رأيك في الجمال والشياكة والحلاوة دي. حاجة بسيطة خالص لكن بتفرق جدا جدا جدا. متنساش بقى بعد ما تتفرج كده قول لي رأيك في طقم الصاج ده كام من 10.